احنا هنريح تمرين في رمضان. اصل هتتمرن امتى في رمضان؟ قبل الفطار انت صايم وتعبان ومش قادر تتمرن، وبعد الفطار انت عندك عزومات، خروجات، صلاه تراويح. طب هنتمرن امتى؟ يبقى احنا هنريح طول شهر رمضان ونتمرن بعد رمضان. ما تحاولش انك تخس او تعمل دايت في رمضان. رمضان بيبقى فيه اجراءات كتير من حيث الاكل والعزومات، فبيبقى صعب جدا على الناس انها تلتزم في شهر رمضان. لو سمعت الجمله اللي انا قلتها دي قبل كده، انا جاي اقول لك ما تعملش الجمله دي. رمضان زي اي شهر عادي ممكن تتمرن فيه، بالعكس انت ممكن تعمل بروجرس فيه احسن من كل الشهور اللي فاتت. فتعالى كده اقول لك ممكن تعمل ايه في رمضان بالظبط. اسهل حاجه واكتر حاجات بتطلع ترند هي امنع الحاجات دي، امنع تمر باللبن، امنع النشويات، امنع. فتلاقي نفسك فتره وتلتزم، وبعد كده خلاص تفقد الشغف لكل حاجه، او ما يبقاش قدامك كل ده حاجات في رمضان وانت تعمل دايت. الناس اللي بتروح الجيم او عايز تتمرن في رمضان، اول شخص عامل كتله عضليه او بيحاول ان هو يحافظ على كتلته العضليه. الشخص ده يروح كام يوم في رمضان؟ ممكن تروح من 3 ايام ل 4 ايام في رمضان، ما تزودش عن كده. حتى لو انت كنت بتتمرن قبل رمضان 4 او 5 او حتى 6 ايام، قلل شويه المجهود بتاع التمرين بتاعك، عدد الايام بتاعتك، عشان تحاول تحافظ على كتلتك العضليه وتحاول ما تخسرش اي جرام عضلات. عشان رمضان بيكون متعب على الجسم، عشان عدد ساعات الصيام بتاعتك طول اليوم طويله جدا، فجسمك بيكون بيتلكك من الاخر عشان يخسر كتلته العضليه. تاني شخص بيروح الجيم يكون عايز ينزل الدهون بتاعته، ده ممكن يروح الجيم من 4 أو 5 ايام عشان جسمه محتاج يكون فيه مجهود اعلى شويه. وهقول لك بالظبط تعمل ايه بعد كده في التمرين بتاعك. التمر للاسف في شائعه كتيره ان التمر بيعلي سكر الدم وبيسبايك الانسولين عندك، فبلاش تبتدي بيه على الريق وبلاش تكسر صيامك عليه. الحقيقه ان الدراسه اللي معموله دي دراسه ضعيفه جدا. التمر وخصوصا حتى لو كمان التمر باللبن من احسن الحاجات، لان في نسبه بوتاسيوم عاليه جدا. ثانيا كلنا بنبقى بعد الفطار بنبقى نفسنا حاجه مسكره، فان انت تفطر على التمر باللبن هيعلي معاك سكر الدم بطريقه متوسطه، دي نقطه. الحاجه الثانيه هيقلل معاك الشوجر كراش اللي بيحصل معاك بعد الفطار. اهم حاجه فعلا انك ما تكسرش صيامك على عصير، سواء عصير من عصاير رمضان اللي هي طبعا مليانه سكر، ولا حتى عصير فريش حتى لو انت مش حاطط فيها سكر. ان انت تاخد كميه من الفاكهه معصوره فيها سكر الفاكهه مره واحده كتير، ده هي دي اكتر حاجه ممكن تخليك طول اليوم عايز حاجه مسكره. هل في رمضان تفضل زي ما انت بتلعب بشده عاليه يعني تحمل اوزان كتير، ولا تاخد بريك شويه؟ انا افضل انك تاخد بريك شويه في رمضان. مش بقول لك ما تتمرنش، مش بقول لك ان انت تلعب باوزان خفيفه جدا، لا، انت ممكن تنزل شويه اوزانك للنورمال. يعني قد ايه؟ يعني ممكن مثلا من 60 ل 70% من الاوزان اللي انت كنت متعود تشيلها. طب ده ليه؟ برضه هنرجع لنفس السبب اللي احنا لسه متكلمين فيه، ان جسمك بيكون ضعيف وتعبان في رمضان شويه، فعشان ما تجيش على اخر رمضان تلاقي نفسك وقعت عضلات. انت محتاج في فتره رمضان تكون مقلل التمرين بتاعك شويه، شدته زي ما انت قللت شويه برضه عدد الايام بتاعك. بالنسبه لوجبه الافطار بتاعك، حتى لو انت معزوم بره اعمل طبق ليك خاص. دي اهم نقطه علشان ما تفضلش تحس ان انت بتاكل من كل حاجه وانت مش عارف البورشن المفروض تاكل. حضر طبق حط فيه جزء من النشويات، حتى لو المحطوط ده مكرونه بشاميل، محشي، ايا كان ايه، سمبوسه، ايا كان، حط جزء منها في الطبق بتاعك، وحط البروتين حتى لو مقلي او مشوي، وحط جزء من الخضار او من السلطه. اكتر بقى سؤال بيتعمل عليه شباب رمضان كتير، اتمرن امتى في رمضان؟ في اوقات كتير ممكن تتمرن فيها في رمضان، فخلينا ارتبهم لك وهقول لك اللي انا بفضله في الاخر. قبل الفطار على طول، يعني تخلص التمرين بتاعك ويكون المغرب بيأذن، مش قبل الفطار ده الساعه 12 ولا 1 ولا 2، لا، قبل الفطار ده يعني ممكن تتمرن الساعه 4 4 ونص 5، بحيث انك تخلص تمرينك ويكون فطارك على طول جاهز، عشان جسمك ما يكونش معرض ان هو يهدم اكتر من كده. ويا ريت لو هتتمرن قبل الفطار يكون شده التمرين بتاعتك اقل من اللي انا لسه مكلمك فيها كمان شويه، عشان جسمك ساعتها مش هيكون فيه اي جلايكوجين موجود في العضلات، فقوتك نفسها هتكون اقل، فجسمك هيلجا ان هو يكسر في العضلات اسرع بكتير. تاني وقت ممكن تتمرن فيه وهو بعد الفطار على طول، بس بعد الفطار عندنا هنا وقتين مختلفين. ممكن اتمرن بعد الفطار على طول بحيث ان انا اكسر بس ريقي او اخد بس فطار خفيف جدا اللي هو نص بطن زي ما بنقول، وانزل اتمرن مع كوبايه قهوه طبعا، وانزل اتمرن، وبعد التمرين اخد الميل بتاعتي الاساسيه اللي هي هتبقى ساعتها ميل الفطار اللي انا متعود عليه. وفي وقت كمان ممكن اتمرن فيه بعد الفطار وهو بعد تاني وجبه، يعني افطر وجبه كويسه بعديها بساعه ونص، اكل وجبه كمان بعديها بساعه مثلا، انزل اتمرن. ثالث وقت ممكن حد يتمرن فيه وهو بيكون بعد السحور على طول، يعني بيتسحر وبيكون ساعه مثلا كده وبينزل يتمرن التمرينه بتاعته. انا ما بفضلش انك تتمرن الصبح بدري، يعني الساعه 12 واحده دي او 10 او 9 او الاوقات اللي بدري دي انا ما بفضلهاش. وما بفضلش انك تتمرن بعد السحور على طول. ليه؟ عشان في الوقتين سواء الصبح بدري بيكون جسمك ضعيف، وفي نفس الوقت هتخلص التمرينه مش هتلاقي اكل تاكله، لانك لسه هيبقى فاضل مثلا 4 5 ساعات على وقت الفطار بتاعك، فجسمك هيكون مهلوك وتقريبا كسر كل العضلات اللي ممكن يكسرها، ومش هيلاقي طبعا غذاء بعديها. هقول لك معلومه بس بسيطه دي،
الجسم بعد التمرين بيكون فاتح حاجه اسمها ميتابوليك ويندو. ميتابوليك ويندو دي يعني ان هو بيكون قادر ساعتها ان هو ياخد كميه الغذاء اللي انت هتديها له ويوديها للعضلات لو العضلات فعلا محتاجاها. ساعتها جسمك بيبتدي يبني اللي انت كسرته في الجيم. فتخيل بقى انت كسرت في الجيم ومفيش اكل يخش لك وهتقعد 4-5 ساعات لحد ما تدخل اول وجبه. فالوقت ده الغيه تماما. تاني وقت اللي قلنا عليه اللي هو بعد السحور على طول، الوقت ده بيبقى جسمك لسه مدخل فيه اكل. هتعرف تتمرن كويس عشان نكون متفقين، هتبقى احسن تمرينه ممكن تتمرنها. بس وبعدين خلصت التمرينه جسمك ضيع كل الجلاكشن الموجود في العضلات، والمفروض مطلوب منك بقى انك تقعد وقت الصيام كامل مفيش اكل خالص ولا ميه. طب هتعملها ازاي؟ يعني احسن وقت بقى انا بفضله ايه من كل الاوقات دي؟ بعد تاني وجبه. يعني خد اول وجبه اقعد شويه ساعه ساعه ونص، خد تاني وجبه، بعد كده انزل الجيم اتمرن. هيفضل لك ساعتها وجبتين كمان هتاخدهم، هتبقى وجبه بعد التمرين على طول ووجبه السحور. طب انت بتقولي هو ما تشربش عصاير، اهم حاجه بلاش تبقى العصاير بتاعتك على الريق، لان دي زي ما اتفقنا بترفع سكر الدم. امال المفروض امتى؟ لو انا نفسي اخد حاجه مسكره او كوبايه عصير، خليها يا عصير يا حلويات. طبعا لو انا عايز اخسر في الوزن بتاعي خصوصا في رمضان، احاول ان انا اقننها لاقل عدد من الايام. دي نقطه. الحاجه الثانيه انها تبقى بعد الوجبه بتاعتك في ماكسيمم ساعه، علشان المين ميكس، ان الحاجه المسكره اللي انت تاخدها تبقى داخله مع البروتين والدهون والنشويات اللي انت بتاخدها، فتقلل الانسولين بتاعك وما اخدش اقصى ضرر للسكر ده. كل الناس بعد الفطار غالبا بتبقى نفسها في حاجه حلوه، فممكن لو هقنن عدد الايام اللي هاخد فيها عصاير او حلويات، الايام الثانيه ممكن ابدلها بثمره فاكهه، ولتكن مثلا 3 تمرات او موزايه، خليها دايما تبقى فاكهه مسكره شويه. ممكن اضيف لها حاجه من زبده الفول السوداني او المكسرات لو موجوده، خليها برده تبقى بديل تاني يبقى اخده صحي اكتر للحلويات في بقيه الايام. لان انا وانس ان انا لقيت بدائل غصب عني هقلل من عدد الايام اللي باخد فيها حلويات وعصاير. اخر حاجه هكلمك فيها النهارده هو التمرين نفسه، الكارديو وتمرين الحديد او المقاومه. ده امتى وده امتى؟ واحسن وقت نتمرن فيهم الاثنين. الاول تمرين الحديد، خلينا نبدا بيها. انا بفضل دايما لو هتتمرن ريزيستنس هتمرن تمرين حديد في شده عاليه شويه نسبيا زي ما اتفقنا. ده يكون بعد الفطار، وانا زي ما قلت لك ارشح انه يكون بعد تاني وجبه. ساعتها هتعرف تتمرن كويس، وهتعرف على الاقل زي ما اتفقنا انك تشيل من اوزانك من 60 ل 70%، ممكن توصل 80% من غير ما يحصل اي ضرر. طيب لو هتتمرن قبل الفطار يا ريت ما تزيدش تمرينك عن 45 دقيقه، سواء في الحالتين لو هتتمرن كارديو بس او هتتمرن كارديو ومقاومه. لو هتتمرن كارديو بس 45 دقيقه وما يكونش هاي انتنسيتي، حاول تقلل شويه في الشده بتاعه الكارديو بتاعتك. ولو هتتمرن الاثنين يكون نص ساعه للحديد للاوزان و15 دقيقه للكارديو، برضه هيكون توتال 45 دقيقه. افتكر دايما ان جسمك في الوقت ده بيكون تعبان، بيكون ضعيف، ما بيكونش فيه ولا ميه ولا اكل. فحاول دايما قبل الفطار لو هتتمرن وده ما يكونش عدد ايام كتير على قد ما تقدر. اما اخر وجبه هي وجبه السحور، نحاول ان هي تبقى دايما عاليه في البروتين، وخصوصا مثلا حاجه زي الكادين اللي موجود دايما في الجبنه القريش. الحاجه الثانيه ان احنا مش جمال، احنا جسمنا مش بيخزن ميه، نحاول احنا نربط كل وجبه معانا بناخدها بكوبايه ميه عشان تبقى متوزعه على مدار اليوم، عشان ما تقضيش باقي الدنيا بعد الفجر كده في الحمام. من الاخر احسن وقت ممكن تتمرن فيه هو انسب وقت ليك انت. اعتقد انت كده فهمت القصه كلها في الموضوع، هي راجعه لك انت اللي قيم وانت اللي حدد انه احسن وقت بالنسبه لك انك تتمرن بيه في رمضان. اي وقت من الاوقات دي انسب لك. لو انت ما عندكش اي اوبشن تاني غيره، تتمرن في اي وقت ممكن تتمرن فيه، المهم تتمرن. خلاصه انك تكسر صيامك على تمر وميه او لبن على حسب انت بتحب ايه، وبعد كده حاول تقسم وجبه الافطار بتاعتك على وجبتين، ما بينهم لو انا هاخد حاجه مسكره سواء حاجه عاديه او حاجه صحيه شويه، وبعد كده اخد وجبه السحور، وحاول اربط كل وجبه من الوجبات دي بكوبايه ميه. في النهايه يا رب نكون قلنا المعلومه بشكل مختلف وتكون بتفيدكم. كان معاكم دكتور رضوى صلاح، اخصائيه تغذيه علاجيه، وانا حسن رضوان. يا رب تكون قدرنا نفيدكم. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه. عندي وعند دكتور رضوى، واحلى مسا عليك يا دبابه.